هو ليه الزمن بيتحرك ناحية المستقبل بس؟ يعني احنا قلنا ان احنا عايشين في نسيج الزمكان، في ماضي ومستقبل وحاضر. ليه الزمن بيتحرك ناحية المستقبل بس؟ ليه مثلا لما انت بتتفرج على ماتش الساعة 10، ماتش بيخلص 12 ما بيخلصش 8، ليه ما بيرجعش لورا؟ اهلا بأي حد هيشوف الفيديو. هتكلم النهاردة عن بعض الحاجات اللي ملهاش تفسير في فيزياء الكم، حاجات ممتعة بس هي ملهاش تفسير. فنناقشها مع بعض واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، أنت لو فاكر إن لما تبص للفضاء اللي هو ما بين الكواكب وما بين النجوم وما بين المجرات والحاجات دي، أنت بتشوف حاجة سمراء. لو فاكر إنها فراغ، هي مش فراغ. هي عبارة عن مادة اسمها المادة المظلمة، وسموها مظلمة لأن هي لا بتعكس الضوء ولا بتمنعه إن هو يمر ولا بتمتص الضوء، فإحنا ما نعرفش أصلا خصائصها إيه. مادة مظلمة بالنسبة لنا مش بس علشان اللون، عشان احنا ما نعرفش عنها اي تفاصيل خالص. ففي حقيقة بتقول ان الكون المرئي، يعني الكون اللي احنا نعرفه، اللي فيه الكواكب والمجرات وفيه اجسامنا وفيه الحيوانات وفيه كل الكائنات، بيمثل 5% بس من حجم الكون. في 95% من حجم الكون احنا ما نعرفش عنه حاجة. ما نعرفش هو متكون من ايه، ما نعرفش خصائصه، ما نعرفش عنه حاجة خالص. ال95% دول عبارة عن زي ما قلت المادة المظلمة بنسبة 27%، والطاقة المظلمة بنسبة 68%، وفاضل 5% اللي هم بتوع الحاجات اللي احنا نعرفها. يعني الكون اللي احنا نعرفه كله بيمثل 5% بس. طب ايه هي المادة المظلمة وايه الطاقة المظلمة؟ الطاقة المظلمة زي ما قلت هي ال عبارة عن حاجة سودة كده ما بين النجوم وما بين المجرات وما بين الكواكب. انت بتشوفها كأنه سواد، حاجة يعني ضلمة بس عشان ما فيش نور. لا، هي مادة مظلمة كثافتها تقيلة. وظيفتها انها تحافظ على تماسك الكون، تمنع الكون انه يتمدد. احنا عارفين، هتكلم في حقيقة بعد كده، الكون في حالة تمدد بيتوسع. فهي وظيفته ان هي عاملة زي الجاذبية، ماسكة الكواكب والنجوم والمجرات ماسكاها في بعضها، بتمنعها ان هي تتمدد. ده طبعا دي قوة اسمها قوة الجاذبية اللي هي بتعملها المادة المظلمة. طبعا ده ما بيمنعش الكون اللي بيتمدد انه يتمدد. الكون في حالة تمدد دايم حجمه بيزيد، يعني بيتسع. طبعا الموضوع ممكن تكون انت مش متخيله منطقيا، بس دي الحقيقة ان الكون بيتوسع. المجرات بتبعد عن بعضها، الكواكب بتبعد عن بعضها، كوكبنا بيبعد شوية عن الشمس، الكون بيتوسع جامد. التوسع ده جاي بقى بفعل الحاجة التانية اللي هي اسمها الطاقة المظلمة، اللي زي ما قلت بتمثل 68% من حجم الكون اللي نعرفه. ودي طاقة هي السبب في تمدد الكون، بتشد الكون لبره عكس قوة الجاذبية اللي بتعملها المادة المظلمة. الطاقة المظلمة بتشد الكون لبره علشان توسعه. ف احنا لحد دلوقتي والعلماء مش عارفين هي ايه الطاقة المظلمة وايه المادة المظلمة وايه خصائصها. يعني 95% من الكون مجهول بالنسبة لنا، ما نعرفش عنه أي حاجة. فدي حقيقة صادمة. آه، إن أنت زي ما قلت، إحنا بس نعرف 5% بس معلومات عن الكون بتاعنا. ال95% تاني التانيين حاجات مجهولة بالنسبة لنا، ممكن يكون فيها جزيئات إحنا ما نعرفهاش أصلا، غير الجزيئات اللي نعرفها اللي هي الذرة وجواها النواة، والنواة فيها بروتونات ونيوترونات وبيدور حواليها الإلكترونات. ممكن يكون في المادة المظلمة والطاقة المظلمة جزيئات احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص. فدي حقيقة آه، صادمة شوية. نرجع للنقطة اللي بدأت بها الفيديو. هو ليه الزمن بيتحرك ناحية المستقبل بس وما بيرجعش للماضي؟ زي ما قلت، انت لو بتتفرج على ماتش الساعة 10 هيخلص 12. الماتش ليه يعني؟ سؤال مباح، ليه ما يخلصش 8؟ ليه ما نرجعش لورا؟ ليه بدل ما احنا بنكبر في السن ما نصغرش؟ الزمن يمشي لورا فنصغر ما نكبرش. ليه مثلا لما بتحدف كوباية على الأرض بتتكسر؟ ليه ما يبقاش العكس؟ ليه بعد ما انكسرت مثلا ما ترجعتش للماضي و... ورجعت لحالتها الطبيعية؟ ده بسبب حاجة اسمها القانون الثاني للديناميكا الحرارية.
القانون التاني للديناميكا الحرارية قوانين فيزياء بتمنع الزمن انه يرجع لورا، بيمشي بس لقدام. آه، برضو في خاصية في الديناميكا الحرارية اسمها خاصية الانتروبيا. الانتروبيا ديت عبارة عن مقياس العشوائية في المادة. مش هدخل في تفاصيلها قوي، بس كل مادة فيها مقياس من العشوائية بيسمى مقياس الانتروبيا. كل ما يزيد مقياس الانتروبيا يبقى المادة جواها عشوائية أكتر. طيب ليه بقى السبب الرئيسي اللي يخلي الزمن ما يرجعش للماضي زي ما قلت هو القانون الثاني للديناميكا الحرارية. والقانون ده بيقول إنه الأشياء دائما تتجه من حالة النظام إلى حالة الفوضى. بمعنى زي ما قلت، انت لو رميت الكوباية وانت قبل ما ترميها كانت في حالة متماسكة وما فيهاش عشوائية سليم، لما رميتها على الأرض وقعت اتكسرت بقت في حالة عشوائية. وعلى نفس الشكل كل الحاجات في الدنيا بيدللوا على كده. بيقولوا يعني احنا دلوقتي عايشين في عهد من عهود الكون مليان عشوائية. طب لو الكلام ده صح يبقى الكون في أكتر بدأ أول ما بدأ الكون كان في أكتر حالة ممكنة من النظام، وبعد كده اتحول لحالة العشوائية. طب هل الكلام ده صح؟ طبقا لنظرية نشأة الكون اللي هي نظرية الانفجار العظيم، أكتر النظريات العلمية قريبة من الصواب يعني. وحتى لما قريت عنها متوافقة مع مبادئ القرآن الكريم، بتقول إن الكون ده بدأ من نقطة واحدة بس النقطة ديت لها كثافة لا نهائية وكتلة لا نهائية. الموضوع مش تقدر تتخيله. تخيل نقطة واحدة كده بس كتلتها لا نهائية والكثافة بتاعتها لا نهائية. النقطة دي أكتر صورة من صور النظام، نقطة بس متناسقة منظمة. لما حصل الانفجار العظيم بدأت النقطة دي تتمدد، وكل ما تتمدد بتزيد العشوائية فيها. فالزمن بيمشي لقدام مع اتجاه توسع الكون بيتوسع لقدام، فالزمن بيمشي معاه في نفس الاتجاه لقدام. وبيزيد معاهم برضو خاصية الانتروبيا اللي قلت عليها، خاصية العشوائية. فعشان كده هو الزمن بيمشي للمستقبل. ده تفسير من التفسيرات، لكن مش تفسير كافي. فلغاية دلوقتي ما نعرفش التفسير الكافي اللي يخلي الزمن بيمشي للمستقبل وما بيمشيش بالعكس للماضي، مع انه زي ما قلت ده سؤال منطقي. تالت حاجة، في حاجة في الفيزياء في ميكانيكا الكم ما نعرفهاش تفسير، اللي هي اسمها المادة العادية والمادة المضادة. احنا عارفين ان في زي ما قلت بروتونات داخل نواة الذرة، وبيدور حوالين النواة الكترونات. البروتونات موجبة الشحنة والالكترونات سالبة الشحنة. لقوا في الطبيعة انه حتى كنت قلت الحلقة اللي فاتت لو انت فضيت الأوضة ديت من كل حاجة هيفضل أجسام افتراضية اللي هي المادة العادية ومادة مضادة لها. بمعنى هيكون في بروتون موجب الشحنة بيتولد له بروتون سالب الشحنة، بيندمجوا مع بعض يدمروا بعض ويطلعوا طاقة ويختفوا. فمحدش عارف هو المادة المضادة ديت بتتولد ليه وبتتولد ازاي، وليه بتندمج مع المادة العادية اللي هي عكسها في الشحنة وبيدمروا بعض. آه، وبيدمروا بعض ويفنوا بعض. فمحدش يعرف ايه طبيعة المادة المضادة ديت. كل اللي نعرفه عنه ان هو البروتون ليه مادة مضادة بروتون زيه بس سالب الشحنة. الالكترون ليه مادة مضادة الكترون زيه بس موجب الشحنة بنسميه بيزوترون. فمحدش يعرف طبيعة المادة المضادة دي، ودي من الحاجات المحيرة في الفيزياء. وليه المادة المضادة دي زي ما قلت انت لو فرغت المكان من كل حاجة فيه بتتولد المادة المضادة ديت وتفني جزيئات المادة العادية. دي برضه حاجة غريبة. طيب زي ما قلت في بداية الفيديو، الكون في حالة اتساع دايم من ساعة ما بدأ حسب نظرية الانفجار العظيم. لما بدأ بنقطة بدأت تتسع. طب الاتساع ده هيوصل لفين؟ يعني ايه نهاية الكون؟ ما هو زي ما الكون له بداية أكيد ليه نهاية. طب نهايته هتبقى ازاي؟ الكون قاعد يتوسع يتوسع يتوسع، فمحدش عارف بالظبط نهاية الكون هتبقى ازاي. بس في نظريات
بتتكلم عن نهاية الكون، بيقولوا إن هو والله الكون مادام بيتمدد هيفضل يتمدد يتمدد آه، لغاية ما يتقطع. يعني بالبلدي اللي اسمها نظرية التمزق العظيم، إنه زي الكون زي ما قلت بيقعد يتمدد، هيفضل يتمدد يتمدد يتمدد، بالبلدي هيتقطع من بعضه ويفني بعضه. في نظرية تانية اسمها نظرية الانكماش العظيم، بتقول إيه؟ الكون هيفضل يتمدد يتمدد لغاية أقصى لحظة ممكن أقصى درجة ممكن يتمدد ليها، ويرجع ينكمش الانكماش العظيم. بدل ما هو كان بيتمدد ينكمش ينكمش لغاية ما يجي على بعضه ويفني بعضه. وفي حاجة نظرية تالتة اسمها نظرية التجمد العظيم، بيقولوا إن الكون هيفضل يتمدد يتمدد لغاية في لحظة معينة المواد هتفقد الطاقة بتاعتها، وكل اللي في الكون هيتجمد ويفنى الكون. دي نظريات لكنها مش مؤكدة، فمحدش يعرف ايه مصير الكون اللي احنا عايشين فيه. بس اللي نعرفه ان في اي حالة من الحالات ان البشر وكل الكائنات هتبقى الى حالة زوال. فربنا سبحانه وتعالى اكيد عنده الوقت المحدد لزوال الكون. آه، برضو من الحاجات اللي محدش يعرف لها تأثير هو الفراغ في ترتيب. يعني قصدي العشوائية لها ترتيب. زي ما قلت أي مادة فيها جزء من العشوائية اللي هي بتحكم حركة الجزيئات فيها. فهل العشوائية دي ليها ترتيب؟ بيقول لك إنها ليها ترتيب و... وكل الاحتمالات واردة الحدوث. على سبيل المثال بيقول لك عالم ادى مثل، قال لك لو في فراشة هزت جناحها في البرازيل هل ممكن تقوم إعصار في الهند؟ بيقول لك إنه ده ممكن. إن الكون مليان عشوائية، ومع العشوائية ديت ما تستبعدش أي احتمال، وما تستبعدش أي تأثير حتى لو كان تأثير بسيط، إن هو يعمل أثر كبير. زي ما قلنا لو فراشة هزت جناحها في البرازيل ممكن تعمل إعصار وارد بسبب العشوائية اللي فيها الكون وعشوائية المواد. كل الاحتمالات واردة. وبرضه بيقول لك إنه بسبب العشوائية ديت مستحيل نتوقع بالطقس، تنبؤ صحيح بالطقس دي استحالة. وبرضه بيقول لك فرضيات إنه هو أصلا ممكن يكون ال- الطقس اللي احنا عايزين نتوقعه ده غير قابل للتوقع. هو كمان ممكن يكون حاجة عشوائية فبتحصل آه، بدون مقدمات وتأثر، تدينا نتائج غير متوقعة وما نقدرش نتوقعها. دي كانت بعض الحاجات اللي ملهاش تفسير في ميكانيكا الكم. آه، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل شير بحيث انه يوصل لناس اكتر. ولو حابب نوعية الفيديوهات بتاعت متعة الفيزياء، ده سادس فيديو، في 5 فيديوهات قبلها تقدر تتفرج عليهم. بشكر اي حد شاف الفيديو، وان شاء الله بعمل فيديو تاني كمان شوية عن فايدة الفشل في حياتنا. الفشل مش حاجة سيئة، لا بالعكس ده اللي فوائد. بشكركم والسلام عليكم.